السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. 2022 هاد العام اللي وقعت فيه جوج ديال الأحداث في المغرب، وبسببهم تشهر المغرب ولا معروف في جميع بقاع الأرض، والعالم كامل كيقلب على المغرب وباش كيتميز المغرب، وهذا الشيء اللي كتقولوا من منصة البحث جوجل. وهاد الحدثين هما الحدث الأول ديال ولدنا ريان، الطفل اللي هز العالم وحد الشعوب من تحت الأرض وخلى العالم كامل كيحس بلي هو اللي تحت الأرض ماشي ريان، الطفل اللي الحكاية ديالو لها حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا ريان، الطفل الذي أفصحت حكايتي عن إنسانية متأصلة في بلاد العرب من المغرب إلى المشرق، حين استنفرت كل العواطف والأكف تدعو لي في غيابة الجب، وكأنها تأخذ بيدي الصغيرة وتقول لي: أرجوك كن بخير. أنا ريان، المولود الموؤود المفقود في لحظات الأسى. لا تنسوا وأنتم تعيدون لحظات الكارثة وما تلاها أن المستحيل إجهاض قسري للأمل، وإن كانت الأقدار أخذت بي إلى باطن الأرض 30 مترا وأكثر، فإن في كثير من جنبات بلادنا العربية حكايات المقهورين بفعل فاعل، وأنا أشهد أنكم كما لم تخذلوني لن تخذلوها. أنا ريان، أستودعكم قصتي ودموع أمي، وسأحمل عرق من انكبوا مستنفرين مخاطرين بأرواحهم لإنقاذ حياتي أمانة إلى السماء. لكن لكل أجل كتاب، فصدق الله وصدقت كل مشاعركم. أما الحدث الثاني فهو الإنجاز العظيم اللي دار المنتخب المغربي أسود الأطلس، اللي كتبوا التاريخ بأحرف من ذهب في مونديال قطر 2022، وحدوا الشعوب العربية والإسلامية لدرجة أن الناس في العناية المركزة كيشجعوا المغرب. شوفوا معايا هذا المقطع ديال شاب يمني، سمعوا شنو كيقول من بعد ما سال العملية الجراحية وهو باقي تحت تأثير تفوز المغرب. والله المغرب ليش تفوز المغرب؟ ولا تركيا كده مش المغرب. يا ليت يا ليت والله المغرب فائز تصور الكاس. يا ليت والله تصور الكاس. انا مغربي بقلبي، مغربي بقلبي. انا كنت تفرج عشان مريض انا مريض والله ما لقينا على تلعب اليوم لكان ما تكذبش والله تلعب والكاس مغربي لا تكذبش عليها. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. نتمنى إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير اعجاب واشتراك للقناة وتفعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد، وحتى إلا ما عجبكش ولاحظتي بلي فيه بعض الأخطاء ما تنساش تخليهم ليا في التعليق، فالنصائح ديالكم كتهمني، وشكرا.